السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هعمل معاكم النهاردة رموش الست او حلوى السميد. احنا طبعا بنقول عليها في مصر رموش الست. هعملها معاكم، بتبقى بصراحة من الحلويات الشرقي الجميلة جدا. هقول بقى المقادير وعلى طول هنخش في الخطوات. 200 جرام زبدة، كوباية ونص من الدقيق، نص كوباية من دقيق السميد، وبعد نص كوباية من الزيت، بضايه، معلقه صغيره من البيكنج باودر، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وبعدين دي كوبايه زبادي، رشه ملح، فانيليا، وبعدين هحط لها مربى المشمش. هحط بقى الزبده في البدايه، وبعدين هحط معاها الفانيليا والملح، وهنحط البضايه، وهنحط الزيت، وخلاص، وهنقلبهم بقى ايه تقليبه. طبعا احنا غاسلين ايدينا، هنقعد نقلب المقادير دي كلها كده شويه، هلفها بس بسيط كده اهو. وبعدين هحط معاها كمان الزبادي بالمره كده، نحط الزبادي. خلاص كده بنلفها. يعني بصراحه الحلوى السميد ما بتاخدش مجهود في لف الزبده، يعني على طول كده هنحط بقى السميد، نلفها لفه بسيطه اهو. بصوا بصوا على طول لفيناها. هحط بقى الدقيق، بيكنج باودر، ونبدا على طول نلف. البسكوت طبعا ما بندعكش فيه، يعني يا دوب بنلم بس. انا ما حطيتش كل الدقيق، بصوا سبت دول بس هم هياخدوا. بصوا الدقيق اللي احنا حطيناه مع بعض ما حطيناش فوقيه، يعني ما زودناش عليه خالص. العجينه بقت حلوه جدا. بصوا اوريكم قد ايه العجينه بتاعتنا حلوه. بصوا طريه جدا، ما نكترش بقى. خلاص المقدار اللي احنا قلنا عليه طالع مظبوط جدا. خلاص هعمل فيها ايه بقى. بصوا بقى انا هعمل لها شكلين. الشكل اللي هو التقليدي برضو عادي، اللي هو بتبقى مدوره كده كده، بتبقى كرة عاديه خالص اهي. وهنبدا نرصها هنا كده شويه. هعمل كام واحده كده. خلاص بعملهم بقى كده، وبعدين بنديهم بقى ايه نغزه بسيطه كده كده. وبالشوكه هنبدا بقى ايه كده. يعني نمسكها بالشوكه، نديها كده، وبعدين ممكن نعملها الاول، ممكن زي ما احنا عملناها كده كده. حتى لو النغزه اللي احنا عملناها اختفت هنعيد عليها تاني. النغزه دي عشان هحط فيها مربى، ممكن اسهل نحطها على طبق كده ونبدا بقى كده. بصوا كده على طول. انا ما حطيتلهاش، ما اديتهاش النغزه بتاعتها كده، هتبقى اسهل. خلصنا بقى الشكل ده، هنعمل الشكل التاني برضو لطيف قوي. بصوا كده اهو، بنعملها كده بالشكل ده. وبرضو يفضل زي ما انا بعمل كده تعملوها على طبق اهي كده اهي. بصوا دي برضو لطيفة جدا. نعمل مع بعض كمان واحدة اهي، ونبدأ برضو كده بالشوكة. بصوا احنا خلصنا خلاص الشكلين اللي احنا عملناهم مع بعض. ده برضو الشكل لطيف جدا. بصوا النغزة نحاول بقدر الامكان نديها شوية عمق. عايزين تحطوا بقى المربى وهي كده هتبقى حلوه، بس احنا عشان لونها ما يختفيش هنحطها في الفرن كده، ولما تطلع هنحشيها بالمربى. السيرب انا عملته معاكم، لسه عاملاه في فيديو قبل ده، فهيبقى سهل بالنسبه لنا. ده السيرب التقيل. حلوى السميد برضو من الحاجات او رموش الست اللي بتاخد سيرب تقيل. هحطها بقى في الفرن 200 درجه، وهنطلعها ان شاء الله، ونكمل بقى نسقيها بالسيرب مع بعض. طبعا احنا طلعناه من الفرن. السيرب بيبقى بارد وهو سخن على طول. بقى اول ما بيطلع بنبدا نسقيه. هناخده كده واحده واحده، نحط عليه السيرب.
هو هيشربه طبعا. حلوى السميد من الحاجات اللي هي بتبقى زي البسبوسه كده، بتبقى هشه وجميله، فبتشرب السيرب على طول. ما نقلقش. بصوا الجزء اللي انا حطيته في البدايه شربه اهو. انا بس عايزه اركز على كل واحده علشان كلها تاخد السيرب مع بعض. هنحط له بقى المربى. لو عايزين تحشوه هو لسه ني برضو بتبقى لطيفه جدا، وبتحافظ على الشكل بتاع الدايره اللي احنا عاملينها، بتفضل مفرغاها. ايه رايكم بقى؟ جربوها، حلوه جدا. بصوا كمان هوريكم واحده. بصوا روعه. ان شاء الله هتعجبكم جدا باذن الله، وتجربوها وتطلع كمان احلى من دي. من الوصفات الحلوه جدا اللي طعمها بيبقى مميز جدا. ان شاء الله هتعجبكم باذن الله، واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.